للجوع صوت يقطع الأميال، يدوي ينادي يشعل الآمال، يرجو وصالا للفقير ورحمة ما كان طيفا عابرا وخيالا. للجوع صوت يقطع الأميال، يدوي ينادي يشعل الآمال، يرجو وصالا للفقير ورحمة ما كان طيفا عابرا وخيالا. هيا لنرفع للجياع شعارنا، هيا هلموا أنقذوا الأجيال، ولنشعر اليوم بدمعة أعين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى ونبيه المقتفى، وعلى آله الشرفاء وصحابته الحنفاء ومن تبعهم بالإحسان والوفاء. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. اليوم بتاريخ 19 من شهر جماد الآخر سنة 1441 الموافق 12 الشهر 2 2020. الله جل وعلا جعلنا مسلمين، جعلنا إخوة متحابين فيه، ونشكر الأخ فاعل الخير عن طريق أبي خالد، ونقول له جزاك الله خيرا مما أنفقت ومما بذلت على أهلك في الصومال. هؤلاء من بينهم العميان، ومن بينهم الأيتام، ومن بينهم الأرامل، ومن بينهم الملهوفين، ومن بينهم الملهوفون، ومن بينهم المحتاجون. فهنيئا لك يا من وفقك الله تبارك وتعالى الإنفاق على أهلك في الصومال، ونقول لك جزاك الله خيرا. وكفاك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعته والوسطى، بأصبعته السبابة والوسطى هكذا، يعني أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. يا من وفقك الله تبارك وتعالى الإنفاق على أهلك في الصومال، هنيئا لك ثم هنيئا لك ثم هنيئا لك. ونقول لأهل الخير: اقتدوا بهذا الفاعل الخير، واقتدوا وتأسوا بهذا الفاعل الخير، لأنه يستحق أن يقتدى به. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فهنيئا لكم أيها المحسنون، ونرغب ونشكلكم على أن تفعلوا مثل هذا مرارا وتكرارا، فجزاكم الله خير. والله أدخلتم السرور في قلوب هؤلاء، من بينهم الأعمى، ومن بينهم اليتيم، ومن بينهم الأرملة، ومن بينهم المحتاج، وهكذا. نسأل الله عز وجل أن يدخل في قلوبكم السرور والفرحة كما أدخلتم السرور في قلوب هؤلاء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.